لو عايزة تاكلي أكلة لذيذة جدًا وطعمها فعلًا مميز، وكمان ما تقفيش في المطبخ كتير في تحضيرها، يبقى لازم تجربي صينية الفراخ دي اللي نقدر نقول عليها النسخة السريعة من المسخن الفلسطيني. الوصفة دي بتحتاج بصل كتير وده اللي بيديها طعم وتسكيرة حلوة جدًا. إحنا محتاجين 4 بصلات كبار، بس أنا عشان كانوا متوسطين فأنا استخدمت 6. هنقطعها جوانح بالشكل ده وما تكونش رفيعة أوي. ممكن كمان نقطعها مكعبات عادي بس برضه تكون كبيرة كده ما تكونش صغيرة. بعد ما نخلص تقطيع كل الكمية هنحطها في الصينية اللي هنسوي فيها، وهنضيف عليها معلقة صغيرة مليانة من الملح، وكمان معلقة صغيرة مليانة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة قرفة. وممكن كمان نضيف بهارات فراخ أو جنزبيل لو نحب. وأهم حاجة بقى معلقتين كبار هرميين كده من السُمّاق. هندعك أو هنخلط بقى البصل مع كل التوابل اللي إحنا حطيناها عليها دي كويس جدًا، عشان نطلّع بقى إيه، الحلاوة بتاعة البصل. بعد كده هنضيف عصير ليمونتين كاملين، وكمان هنضيف ربع كوباية من دبس الرمان. مهم جدًا، دي يعني جميلة جدًا وبتدّي طعم فظيع. وهنضيف تِلت كوباية من زيت الزيتون. وهنخلط تاني المكونات كده مع بعضهم بالمعلقة بالشكل ده. بعد كده هضيف الفراخ، انا هنا هستخدم 4 وراك، وعملت فتحتين كده في كل ورك عشان الطعم يدخل في الفراخ من جوه. ندعك بقى الفراخ في البصل بالتتبيلة اللي فيه كويس جدا من فوق ومن تحت، وندخلها في الفتحات عشان ياخد كل الطعم. وعشان ناخد احلى طعم بعد ما بنعمل الخطوة دي بنغطيها وبنشيلها في التلاجة على اقل ساعة. كل ما بتقعد يكون افضل طبعا. هنا كده بعد ما كنت انا ريحتها ساعة في التلاجة ممكن ندخلها كده الفرن على طول. بس انا بحب اضيف عليها كده بطاطسيتين متقطعين مكعبات تكون كبيرة شوية، عشان البطاطس بجد بيبقى طعمها خرافة في الوصفة دي. طبعًا بانزّل البطاطس تحت مع البصل وباقلّبها كويس، وبعد كده بارُص عليها الفراخ من فوق. بس لمّا بارُص الفراخ باخلّي الوش بتاعها من تحت على البطاطس والبصل، مش باخلّيها من فوق زي ما أنتم شايفين كده. وطبعًا لازم نغطّي الصينية قبل ما ندخّلها الفرن، نحط الأول ورقة زبدة عشان ما ينفعش نحط الفويل على طول على الأكل. وبندخّلها بقى الفرن تكون سخنة على درجة حرارة 200، ونكون مسخّنينها من قبلها كويس. بتاخد تقريبًا حوالي ساعة إلا ربع، وممكن يكون أقل من كده شوية. المهم لغاية ما بنحس إن البطاطس استوت والفراخ كمان دخلت في سِوَى، بنخرّجها وبنقلبها على الناحية التانية. شايفين بقى البطاطس مستوية إزاي؟ بعد كده بفرشة باخد من الصوص اللي في الصينية وبادهن بيه الوش بتاع الفراخ بالشكل ده، وبارجّعها الفرن تاني على درجة حرارة 180، باقلل يعني الحرارة شوية، وباسيبها تقريبًا حوالي نُص ساعة، لغاية بقى ما البصل بيتكرمل والبطاطس بتدوب أكتر والفراخ بتاخد اللون الحلو ده. حبيت أجرّب الحركة دي اللي باشوفها دايمًا، إنه أطلّع العضماية كده بتطلع بكل سهولة لإنها مستوية كويس جدًا. الأكلة دي حلاوتها إنها تتاكل بالعيش، ناخد حتة من الفراخ مع حتة من البطاطس وكمان شوية من البصل المكرمل ونسقسقها في الصوص الفظيع اللي موجود معاها ده، بتبقى خرافة. الطعم بتاعها مزز كده من الليمون والسُمّاق مع دبس الرمان، بجد طعم لذيذ جدًا وخصوصًا اللي بيحبوا الحاجات المززة شوية. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه، وبالهنا والشفا مقدمًا لكل اللي هيجربها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.